السلام عليكم. يومكم جميل ومبارك إن شاء الله. تعالوا نعمل مع بعض الكنافة بطريقة حلوة. هنعمل كنافة أساور وصوابع بأسهل طريقة، وده كله بنص كيلو كنافة بس. يلا نبدأ بالمقادير. أول خطوة هبدأ بالعسل أو السيرب أو الشربات. هعمله الأول علشان أنا عايزاه يبقى بارد. العسل بتاع الكنافة بيكون تقيل، يعني كمية السكر بتكون دبل كمية المية. هحتاج كوبايتين سكر وكوباية مية، وبرفعهم على النار. وأول ما السكر يدوب بضيف عليهم عصرة ليمونة، وأسيبهم 7 دقايق على نار متوسطة. وقبل ما برفعهم من على النار بضيف عليهم ظرف الفانيليا، وأسيبها تبرد خالص. وهحتاج نص كيلو كنافة. باخد جزء كده من طول الكنافة بالعرض اللي انت عايزاه، وبلف بإيديا الاتنين عكس بعض، وبقيس قد حجم الصينية، وأقص الزيادة، وأرصهم جنب بعض في الصينية، وأحط فوق منهم تقل علشان ما تفكش مني. ودي الكنافة الصوابع. نيجي للكنافة الأساور. باخد جزء كده من الكنافة عرضه وعقله صباع، وبحط فوق منها قمع الحلويات وألف عليه الكنافة. ما بلفش كتير، مش عايزاها تبقى كبيرة. وبقص الزيادة، وبرصهم جنب بعض في صينية جنب آخر لفة علشان ما تفكش، وأسيبهم في الصينية ينشفوا شوية. وبرصهم في الصاج بعد ما الكنافة نشفت، والصاج ده اديته مسحة سمنة. برصهم جنب بعض، وباسقيهم بكوباية سمنة سايحة أو 250 جرام سمنة، يكون نوعها كويس علشان بتفرق في طعم الكنافة. وبدخلهم في فرن متسخن على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي في النص، وخلي عينك عليها بتتعرف بالنظر. ولما بتطلع من الفرن بسقيها بالسيرة بالبارد، وأسيبها على جنب تبرد. وممكن تحشي الكنافة الأساور بمكسرات أو بقشطة، أو ممكن تزينيها بكوباية كريم شانتيه وكوباية وربع حليب متلج، وتضربيهم مع بعض في المضرب، وتزيني بيهم الكنافة. وبتتقدم بألف هنا، وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.